أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الكيكة بالكاكاو أو بالشوكولا. كتجي رائعة وبلا كريم، كتجي خطيرة، وكنتمنى حتى نتوما إن شاء الله تجربوها وتصدق معكم بنفس المقادير وتوجدوها لوليداتكم. أول حاجة المقادير: 3 ديال البيضات، كأس سكر سنيدة، كأس زيت، كأس حليب دافئ، فاني، خمارة 2 خمارات، ملح، كاكاو وندق. غادي نحتاجو المول اللي غادي ندخلو فيه الكيكه ديال الفران. كدهنوه بالزبده اول حاجه دائما كنديرها، وكترشوه بالدقيق، كتدخلوه للثلاجه تخليوه حتى توجدوا الكيكه ديالكم. عندي 3 ديال البيضات هنايا غادي نضربهم مع السكر سنيده والملح. بالنسبه للزيت كنضيفوها تدريجيا. كنضيف الفاني، غادي نضيف الحليب، هنا غادي نحتاج 2 كيسان عامرين ديال الدقيق. غادي نضيف معلقه في الاخير، ولا يعني احتاجيت نضيف كنزيد معلقه فوق 2 كيسان. كنضيفوا الكاس الثاني وكنضيف له واحد الساشيه ديال الكاكاو. كنضيف معلقه ديال الدقيق، احتاجيت نضيف الدقيق. هنا غادي نضيف الخماره حتى لاخر مرحله، كتضيفوا الخماره 2 خمارات يعني اللي راني دايره. وهنا غادي ناخدو هاد المول اللي غادي ندير فيه الكيكه. غادي ندخلو الفرن اللي راه دافي لمده ديال 45 دقيقه. كتوجد معنا الكيكه ديالنا، كطيبوها الفوق ثم كتردوها لتحت. الفران اللي كنشغل انا ديال الغاز. هنايا كما كتلاحظوا هنايا راه درت واحد الكاس ديال الماء ومعلقه ديال الكاكاو، يعني ساشيه ديال الكاكاو مع معلقه ديال سكر سنيده. فوق النار خليتهم تيغلاو وضفنا الشوكولا، يعني الشوكولا هنايا عندي 10 ديال الكروات ديال الشوكولا سوداء. وغادي ندخلو للثلاجه نخليه تيعقد واحد شويه، وكندهن به الكيك ديالي من الفوق. هذه هي الكيكه من بعد ما وجدت معنا، طابت في الفران، جات روعه، جات رائعه، خفيفه. انا مشى لي المقطع اللي قسمتها فيه، قسمتها من الوسط، جات الصراحه بحال الجينواز، يعني خفيفه بزاف. وبالنسبه هنا بالنسبه للتزيين اكتفيت غير بالشوكولا، حكيت الشوكولا وزينت بها. جات شي حاجه اللي زوينه وبسيطه جدا. كنتمنى ان شاء الله نتوما تجربوها وتصدق معكم وتقدموا لوليداتكم بالصحه والراحه. وكنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش من لي لايك والاشتراك في القناه. ناوي لو بغيتو تزينوها بلا كريم من الفوق، تبوشيوها من الفوق، ديروا لها وريضات، راه كتجي زوينه. وبغيتو تخليوها يعني على هذا الشكل هذا، راه مزينه نيت راسها بالشوكولا. وكنتمنى لكم شهيه طيبه وبالصحه والراحه، والى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي.